تشتري صلصة طماطم، ايه احسن تركيز تقدر ان انت تشتريه في الصلصة بتاعة الطماطم؟ قبل ما نبدأ الفيديو اعمل لنا لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب بتشوفينا فسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ. الصلصة بتاعة الطماطم ليها تركيزات. كل عبوة من العبوات بتاعة الشركات بتقدم تركيز مختلف. يعني عندنا الصلصة الإزاز بيبقى مكتوب عليها تركيز على حسب النوع الشركة اللي مطلعة المنتج. في شركة مثلا بتقدم نوع صلصة بتكتب من 18 ل 22، وفي أقل من كده طبعا يعني. بس متوسط في البرطمانات الإزاز من 18 22 22 26 أقصى حاجة، ده في البرطمان الإزاز. وبعد كده نرتقي للصفيح. الصفيح بيبقى تركيزه أعلى، بيبقى تركيز من أول 24 26 أو من 26 28 أو من 28 ل 32. وبرضه نركز ان مش كل الشركات بتقدم الصفيح التركيزات العاليه. احنا هنقلب العلبه او نبص على الغطا هنلاقي مكتوب التركيز بالمواصفات اللي احنا كاتبينها. التركيز بناء على ايه؟ التركيز بناء على ان الصلصه دي متبخره من الميه، فنسبه الصلصه اللي موجوده جوه بتسمى يعتبر معجون، مش صلصه خفيفه شبه اللي احنا بنستخدمها. فحضرتك لما تستخدمي صلصه تركيز عالي بتحطي منها كميه قليله جدا في اكلك، ما يعتبر معلقه معلقه ونص معلقتين، تمام. انما الصلصه اللي تركيز منخفض دي بتحطي كميه منها اكبر. عجبك؟ اكتب لنا في الكومنتات، ولو عندك اي اسئله تانية هنرد عليها. واستنى الفيديو الجاي اللي هنتكلم فيه ان انت تشتري اي نوع صلصه، الصلصه الفاتحه ولا الغامقه. في نهايه الفيديو خليكي دايما مع نوفا تريد، لان نوفا تريد فرق في كل حاجه.